قضينا يوماً كاملاً في أكثر دولة ملوثة في العالم. تخيل، تبدأ يومك عادي، تفتح الشباك، تاخد نفس عميق، بس بدال هواء نقي بتلاقي ضباب كثيف مغلف المدينة كلها. تقول: جميل الجو اليوم، لكن الحقيقة هذا مش ضباب، هذا تلوث. أهلا بكم في دكا، عاصمة بنغلاديش، وواحدة من أكثر المدن تلوثاً على كوكب الأرض. الهواء في دكا يحتوي على جزيئات ضارة، بحيث كل نفس بتاخده يعادل تدخين حوالي 20 سيجارة في اليوم، حتى لو ما دخنت بحياتك. 7 صباحاً الناس بتتجه لأعمالهم ومدارسهم، لكن أول خطوة قبل ما تطلع من البيت الكمامة، مش إجراء احترازي مؤقت، بل شيء أساسي للحياة اليومية، لأنك ببساطة ما فيك تتنفس بأمان برا البيت. الضباب اللي شايفه حوالينك اسمه سموغ، وهو عبارة عن خليط من الغازات والمواد السامة، شيء ما بتشوفه بالعين المجردة بس بيأثر على صحتك مباشرة. الأطفال رايحين على مدارسهم بالكمامات، وبعضهم معهم أجهزة تنفس. كبار السن أغلبهم بيعاني من مشاكل بالرئة، والمستشفيات مليانة بحالات ربو، التهابات، وحتى سرطان رئة. بس شو السبب؟ ليش دكا وصلت لهالوضع؟ الجواب باختصار: مصانع كثيرة بدون فلاتر أو رقابة، حرق نفايات بشكل عشوائي، سيارات قديمة تطلع دخاناً كثيف، قوانين بيئية ضعيفة، وأحياناً ما حدا بيطبقها. ورغم الوضع الصعب، في ناس بتحاول تغير، في ناس زرعوا أشجار حوالين بيوتهم، وفي مدارس بدأت تزرع مساحات خضراء، وفي مبادرات من شباب هدفها التوعية وتنظيف البيئة. بس التحدي كبير، والمشكلة مش محصورة بدكا فقط. تلوث الهواء صار خطر عالمي، وكلنا معرضين له. يوم واحد في دكا بكفي خلينا نوقف شوي ونفكر، لو مدينتنا صارت هيك كيف رح نتصرف؟ هل بيئتك آمنة؟ وشو كنت رح تعمل لو كنت مكان أهل دكا؟ اكتبوا رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، لأن القادم يمكن يكون أقرب مما تتوقع.